أهلا بيكم. طبعا كلنا اليومين دول بندور على وصفة مظبوطة ومن الآخر للكحك. أنا بقالي 11 سنة متجوزة، وكل سنة بعمل الكحك بطريقة مختلفة، وجربت وصفات كتيرة قوي ليه لحد ما جربت الطريقة دي وهي الوصفة الأصلية للكحك. بس الجديد السنة دي إن أنا كان عندي العجين. ما كنتش متخيلة إنه هيطلع بالجمال ده، ودي أكتر سنة في حياتي عملت فيها كحك وطلع معايا دايب، وفي نفس الوقت الكحكة ماسكة نفسها. وبجد ما كنتش متخيلة إنه هيطلع بالجمال ده. تعالوا كده مع بعض بقى نشوف المقادير إيه. المقادير كلها بسيطة. جربت زمان وصفات كتيرة قوي للكحك، كحك على البارد وكحك بالنشا وكحك بالزبدة على السمنة. بجد دي أظبط طريقة ممكن تعملي بيها كحك في حياتك. بنستخدم من الملحقات بتاعة العجين الملحق دوت اللي بيسموه الكف. ومعايا هنا كيلو دقيق. أهم حاجة في الدقيق اللي بتستخدميه إن نسبة الاستخراج فيه تكون 72%. نص معلقة صغيرة من الملح، معلقتين ونص كبار من السمسم. هنخلط المكونات الجافة مع بعض كده بالكف، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من ريحة الكحك، ودي طبعا ممكن ان انتي تستغني عنها او تحطي مكانها حبهان مطحون. هننزل بعد كده بنص كيلو سمنة. لكل كيلو دقيق هتحطي نص كيلو سمنة، تكون مقدوحة كويس جدا على النار وسخنة جدا، وتنزلي بيها على الدقيق اللي عليه المكونات الجافة، وتقلبي بسباتولا او بمعلقة، وبعد كده تبتدي تقلبيهم بالكف. تكوني مجهزة جنبك نص كوباية مية عادية فترة أو دافية شوية، عليها معلقة كبيرة من السكر، وعليها كيس من خميرة باكاميا، أو تقريبا معلقة كبيرة ونص من أي خميرة فورية. أهم حاجة في الخطوة دي إن الدقيق هنبسه كويس جدا مع السمنة في العجان لمدة ما تقلش عن ربع ساعة. من كل 5 دقايق والتانية هنفصل العجان نريحه شوية ونشغله تاني على سرعة من 1 ل2. كل شوية نزود ونقلل نزود ونقلل. بعد كده هنقوم حاطين المية اللي متدوب فيها الخميرة والسكر، ومش هنعجن الكحك مش بيتعجن. احنا بس بنحاول ان احنا نمزج المية في العجين بالراحة كده خالص من غير ما نعجن. ممكن نحتاج لمعلقتين زيادة من المية على حسب. انتي هتاخدي قطعة من العجين وتقومي مبططاها كده، وتشوفي لو كانت هتتشقق معاكي ولا هتكون طرية. يا بنات حاجة مهمة جدا جدا جدا، الكحك بيتعجن بمية مش بلبن. انا كنت طول عمري بعجنه بلبن، بس بجد لما جربته بالمية النتيجة كانت هايلة جدا. وبجد الكحك المظبوط بتاع زمان هو اللي بيتعجن بالمية. ما تعجنيش الكحك باللبن. اللبن ده تعجني بيه القراقيش او المنين، لكن الكحك الاصلي بيتعجن بالمية عشان يطلع معاكي دايب وفي نفس الوقت ماسك نفسه. هنسيب العجينة ترتاح بس 10 دقايق على ما نجهز الحشوة بتاعتنا. الحشوة زي ما انتوا حابين، انا هنا هحشيها بالملبن. بس مهم جدا لو هتحشي بالملبن ان انتي تحطي معلقتين كبار من الزبدة على الملبن وتبتدي تعجنيهم علشان ما ينشفش معاكي في قلب الكحكاية. ما تجيش بعد كده وانتي بتقطعي الكحكاية نصين تلاقيها من جوه جامدة او الملبن هينشف منك. فمن الافضل ان انتي تحطي عليه معلقتين من الزبدة ومش السمنة. وفعلا فعلا لأفضل نتيجة والأحلى طعم استخدمي الزبدة مش السمنة. هنبتدي بعد كده بقى نشكل العجين زي ما انتوا عايزين. لو عندكم بصامة، لو عندكم المنقاش بتاع الكحك، زي ما انتوا عايزين. التسوية بتاعته بتكون في فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا تلت ساعة. بعد كده أول ما بتلاقيه أخد لون خفيف كده من تحت، قومي طافية من تحت وتشغلي الشواية لمدة 10 دقايق على نار هادية علشان ياخد لون ذهبي جميل من فوق. بصوا بقى بعد ما طلع من الفرن وبرد شوية، بصوا الكحكة دايبة خالص ازاي، وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. يعني لما ترصيها في علبة ولا في حاجة مش هيتكسر منك. وفي نفس الوقت اول ما تحطيها بس في بقك كده هتلاقي الكحكة دايبة خالص، والملبن من جوه فضل طري وجميل منشفش ولا اي حاجة.
حاجة كده لازم ناخد بالنا منها، لإن إن شاء الله السنين الجاية رمضان هييجي في الشتا. أنا وأنا باشتغل ما كمّلتش الشغل كلّه مرّة واحدة في كيلو دقيق اللي كنت عاملاه علشان قُمت أحضّر الغدا لأولادي، على ما رجعت لقيت العجين اتجمِّد، لإن أنا كنت عاملاه في يوم المطرة الدنيا كانت ساقعة جدًا، العجين اتجمِّد منّي. فكل اللي أنا عملته إن أنا دفّيت الفرن ورُحت واخدة الطبق اللي أنا عاملة فيه العجين وحطيته فوق الفرن. طبعًا الفرن بيطلّع صهد سخن شوية أو دافي، فابتدى العجين يلين معايا تاني وابتديت أعرف أشتغل فيه تاني. فلو الدنيا عندِك ساقعة يُفضّل إن أنتِ تكوني قاعدة جنب البوتاجاز تكوني مشغّلة الفرن يكون دافي بيطلّع حرارة في المكان اللي حواليه علشان العجين يفضل معاكِ طري والسمنة ما تجمّدش العجين. ده بقى كحكنا الجميل بعد ما خلّصنا المقدار كلّه. الطريقة دي هتضمن لِك الكحك يقعد معاكِ بالشهر ما يحصلوش أي حاجة. مش معجون بلبن، اللبن من أسباب اللي بتخلّي الكحك يبوظ بسرعة. مش معجون على البارد، مش هيعمل مغص في البطن. بجد الكحك اللي بيتعمل على البارد وبالسمنة الباردة بيوجع البطن جدًا، جدًا، بالذات للناس اللي معدتهم حساسة، لكن اللي بيتعمل على السخن بيكون جميل وبيكون خفيف على المعدة. بتحسي إن الدقيق مستوي كويس وبتحسي إن الكحكاية مستوية كويس جدًا، مش بتحسي إن أنتِ بتاكلي سمنة نية. يا رب تجربوا الوصفة ويا رب تعجبكم، وهي ما فيهاش حاجة جديدة، هي دي وصفة أهالينا والوصفة الأصلية للكحك، وبجد دي أنجح وأجمل كحك ممكن تدوقوه في حياتكم، وبجد هتتأكدوا من كده لمّا تجربوه. كل سنة وأنتم طيبين، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد والكل يستفاد منه. وكل سنة وأنتم طيبين، مع السلامة.